لو فاكر ان المضارع المستمر هو ان احنا نضيف ing للفعل، يبقى لازم تتفرج على الفيديو ده. السلام عليكم يا ابطال الثانويه العامه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنشرح المضارع المستمر، ودي كده رابع حلقه معانا في الكورس التأسيسي. احنا طبعا كنا شرحنا البارتس اوف سبيتش كلها، وشرحنا المضارع البسيط، ودلوقتي جه وقت المضارع المستمر. اول حاجة زي ما احنا متعودين بنفهم يعني ايه الزمن ده وبيتكون من ايه، وبعد كده بنقول الكلمات الدالة، وكمان بنقول الاستخدامات بتاعة الزمن ده واهم التركات اللي فيه. ويلا بينا نبدأ في شرح الدرس ده. اول حاجة لازم نعرفها يعني ايه مضارع مستمر. مضارع مستمر يعني حاجة بتحصل في وقت الكلام او اثناء الكلام. اثناء الكلام يعني اثناء ما انا بتكلم كده الحاجة دي بتحصل. يعني مثلا لو انا عايزة اقول انا بذاكر دلوقتي، اقولها ازاي؟ انا بذاكر حالا، يعني اقولها ازاي؟ هقول I am studying now. يعني ايه؟ يعني انا بذاكر دلوقتي. يبقى دي كده اسمها ايه؟ اسمها مضارع مستمر، حاجة بتحصل في الوقت اللي انا بتكلم فيه. انا بذاكر حاليا، انا بقولك انا بذاكر وانا فعلا بذاكر دلوقتي. يبقى دي كده اسمها ايه؟ اسمها مضارع مستمر، اللي هو present continuous. تمام. طيب لازم برضو نعرف الزمن ده بيتكون من ايه، او تركيبة الزمن ده عبارة عن ايه. تركيبة الزمن ده بيتكون من ايه؟ من am و is و are زائد الفيرب ing. يبقى ده كده اسمه ايه؟ اسمه المضارع المستمر. تمام. لازم نفرق كويس جدا بين المضارع المستمر والمضارع البسيط. المضارع المستمر بيتكون من ام واز وار زائد الفيرب ing، وحاجة بتحصل وقت الكلام. ماشي. هناخد برضو example. لو انا مثلا عايزة اقول هي بتلعب دلوقتي، هقول she is playing now. يبقى دي كده ايه؟ مضارع مستمر، يعني هي مستمرة في اللعب حاليا. ماشي. لو عايزة اقول هما بياكلوا دلوقتي، هقول they are eating now. هنا احنا جبنا ايه؟ جبنا are والاي ان جي، يبقى ده كده اسمه ايه؟ مضارع مستمر. كده تقريبا كده خلصنا التكوين بتاع الزمن ده او التركيبة بتاعته. هناخد دلوقتي الكلمات الدالة عليه. زي ما قلنا الكلمات الدالة دي بتعرفنا على الزمن، ولكن ممكن نعرف الزمن من غير ما تبقى موجودة، بس دي يعني حاجة كلمات مفتاحية كده بتدل على الزمن. لو شفناها هنعرف ان الزمن ده موجود في الجملة. تمام. هناخد الكيوردز دلوقتي. اول حاجة now طبعا اللي احنا قلناها now، و at the moment. at the moment في الوقت ده. at the moment. و
at the present we look we listen we look و listen watch out. كل تعبيرات التحذيرات غالبا يعني انك بتحذر شخص واقف قدامك بيعمل الحاجة دي دلوقتي. watch out و be careful take care و look out out و still دي بقى مهم نعملها بالاحمر. still دي بقى معناها ايه؟ ما زال. ماشي. كل التعبيرات دي اللي هي watch out و be careful و take care و look out والحاجات دي تحذيرات، تعبيرات تحذيرات. اما at the moment و at the present معناهم في الوقت الحالي او دلوقتي يعني، او في هذه اللحظة. ماشي. وناو معناها الان. تمام. فنعرف الحاجات دي كويس لانها مهمة وبتيجي في الامتحان. ماشي. دلوقتي احنا كده اخدنا الكلمات الدالة واخدنا التركيب وعرفنا الزمن ده بيعبر عن ايه. اصغرها لكم بس عشان لو حد حابب ياخد سكرين اهو. ده التركيب بتاعه، ودي الكلمات الدالة. ودلوقتي هناخد اهم استخدامات الزمن ده، ويلا بينا. اول حاجة معانا في الاستخدامات وهي حدث يحدث الآن. نكبر بس شوية. حدث يحدث الآن. زي ما قلنا اللي هي عبارة عن ايه بقى؟ زي ما قلنا مثلا انا بذاكر انجليزي دلوقتي، قلنا I am studying English now. طيب لو قلت انظر الطفل يبكي، لو قلت مثلا look the baby is crying. يعني ايه؟ بص كده الطفل بيعيط. تمام. زي ما بنقولها بلغتنا يعني. بص كده الطفل بيعيط. دي اسمها ايه بقى؟ حدث يحدث الآن أو وقت الكلام. طيب ده أول استخدام. طيب تاني استخدام اللي هو عبارة عن ايه؟ اللي هو حدث مؤقت يحدث في الفترة الحالية. حاجة بتحصل دلوقتي بس هي مش على طول موجودة، هي بس حاجة مؤقتة في الفترة دي. زي ايه؟ لو انا قلت مثلا انا بذاكر لامتحاناتي هذا الاسبوع، يعني انا مثلا طول السنة بلعب وجيت اذاكر دلوقتي. الاسبوع ده بقى انا اخده جد قوي وهذاكر وهقضيه كله مذاكرة. يبقى انا بذاكر لامتحاناتي طول الاسبوع، خلال فترة يعني مستمر خلال الفترة دي في المذاكرة. هقول الجملة ازاي بقى؟ اول حاجة بس نكتب الاستخدام. حدث مؤقت، نغير القلم، مؤقت في الفترة الحالية. ماشي. حدث مؤقت في الفترة الحالية. زي ما قلنا مثلا انا بذاكر امتحاناتي الاسبوع ده، هقول ايه بقى؟ هقول I am studying for
my exams this week. انا بذاكر امتحاناتي في الاسبوع ده. يعني ايه بقى؟ هو ده كده حدث مؤقت بيحصل في الفترة الحالية. تمام، نركز عليها قوي دي لان مش كل الناس عارفاها. ماشي كده، اخدنا استخدامين: حدث بيحصل وقت الكلام او حدث مؤقت بيحصل في الفترة الحالية. ماشي، تالت استخدام موقف او حالة مؤقتة. هما غالبا 2 و3 شبه بعض بس في فرق بسيط يعني. 3 هنقول موقف او حالة مؤقتة او حالة مؤقتة. يعني ايه؟ يعني حاجة بتحصل لفترة مؤقتة ومش عادة دايما. يعني مثلا لو انا قلت واحدة، مثلا اختي او انا مقيمة مع عمتي الشهر ده، لو قلت هي مقيمة مع عمتها الشهر ده، مثلا عمتها مريضة وهي مقيمة معاها طول الشهر ده، هقولها ازاي بالانجلش؟ هقول she is staying with her aunt this month. يعني هي قاعدة مع عمتها الشهر ده. ماشي، ده حالة مؤقتة، يعني هي في العادي قاعدة في بيتهم بس الشهر ده قعدت مع عمتها. ماشي، ده كده تالت استخدام. طيب رابع استخدام بقى اللي هو ترتيب او خطة مستقبلية مؤكدة. دي مهمة لاننا هندرسها برضو في المستقبل واشكال المستقبل future forms، دي هناخدها فيه، وهي برضو ده شكل من اشكال المستقبل وهي مضارع مستمر. رابع حاجة دي اهم حاجة، اللي هي بقى ايه؟ ترتيب او خطة مستقبلية مؤكدة. مؤكدة. ماشي، يعني ايه؟ لما يكون عندي ترتيب او اتفاق محدد في المستقبل غالبا كده ومعاه وقت او مكان. يعني انا بقى محدد كل حاجه، لو انا مسافره طبعا لازم يبقى عندي تذكره طيران وحجزته وعارف الميعاد وكل حاجه، يعني دي كده ومجهز شنطتي وكل حاجتي كامله. ماشي، فده اسمه ترتيب او خطه مستقبليه مؤكده. لو انا قلت انا هقابل صديقي بكره، اكيد مش هروح مره واحده اقابله، لا اكيد نتفق معاه هنتقابل فين الساعه كام كده. هقول I am meeting my friend tomorrow، يعني انا مجهز كل حاجه. I am meeting my friend tomorrow. ماشي. طيب لو انا قلت بقى انا واسرتي كده مجهزين سفرية وهنسافر يوم الجمعة الجاية، هقولها ازاي؟ هقولها برضو بصيغة المضارع المستمر. هقول we are traveling next Friday. ماشي. في كمان حاجة خامسة، استخدام خامس، وده مهم برضو لان مش كل الناس بتاخد بالها منه. حاجة اسمها التغيير او التطور التدريجي. يعني ايه التغيير او التطور التدريجي؟ نكتبها بس وهشرحها لكم. تغيير او تطور التدريجي يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا قلت انت الانجليزي بتاعك بيتحسن، انت مثلا بتجتهد على نفسك الفترة دي عشان تحسن اللغة بتاعتك، هقولك your English is improving. يعني ايه؟ هقولك الانجليزي بتاعك ده والله بدأ يتطور وبقيت احسن في اللغة وبقيت fluently بقيت الاكسنت بتاعتك كويسة وكل حاجة. هقولك your English is
improving. اوكي، لو انا قلت لك مثلا الطقس ده هيبقى اكثر برودة الفترة الجاية، حاجة هتتغير او بتتطور مع مرور الوقت، مثلا زي الطقس هيتغير مع مرور الوقت وهيبقى اكثر برودة، هقول the weather is getting colder. يعني ايه؟ يعني الطقس هيبقى اكثر برودة الفترة الجاية. ماشي، ده معناها حاجة بتتغير او بتتطور تدريجي. يبقى احنا اخدنا ايه في الاستخدامات؟ اخدنا 5 استخدامات للمضارع المستمر. اخدنا اول حاجة حدث بيحصل وقت الكلام. تاني حاجة اخدنا حدث مؤقت بيحصل في الفترة الحالية. تالت حاجة اخدنا موقف او حالة مؤقتة. رابع حاجة اخدنا ترتيب او خطة مستقبلية مؤكدة. قلنا ان انت بيبقى عندك كل حاجة مرتبها الوقت والمكان ومجهز شنطتك وحاجز تذاكرك وكل حاجة. يعني ممكن يجيب لك بقى في الجملة everything is arranged is prepared packed the ticket. اي حاجة، حجزت التذكرة، كل حاجة booked the ticket everything is packed، عبيت كل شيء، كل حاجة. وخامس حاجة اخدناها التغيير او التطور التدريجي، ودي قلنا لازم ناخد بالنا منها علشان هي مهمة. تمام كده. دلوقتي بقينا بس ناخد صيغة الباسيف اللي هو المضارع المستمر المجهول، وناخد النفي والسؤال. اول حاجة النفي بننفيه ازاي المضارع المستمر؟ بننفيه am، لا المن ده مش باين، ده am وis، طبعا الفاعل في الاول، بعد كده am وis وare، زائد not، زائد الفيرب ing. طبعا ممكن نقول she is not studying now، يعني هي مش بتذاكر دلوقتي. ده بالنسبة للنفي. طيب بالنسبة للسؤال بنسأل عليه ازاي؟ بنحط am، لا am ما بتجيش في السؤال، هنحط is او are زائد الفاعل زائد الفيرب ing. طبعا ما ننساش الكويشن مارك عشان دي صيغة سؤال. ممكن اقول are you playing tennis؟ ماشي، ده example. ماشي، وبكده يا حبايبي نكون خلصنا المضارع المستمر. اخدنا اهم التركات واهم الحاجات اللي فيه، وان شاء الله هنزل لكم فيديو مقارنة بين المضارع البسيط والمضارع المستمر علشان نعرف ايه الفرق بينهم. وان شاء الله هنكمل في الكورس التأسيسي ده. لازم نتأسس قبل ما نبدأ ثانوية عامة كويس قوي، علشان خلال السنة ما نبقاش حاسين ان احنا مش فاهمين حاجة او في حاجة مش واضحة لنا من الاساسيات اللي فاتت. وان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق، ومع السلامة. متنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب.